والآن نستمع إلى الشاعر محمد سامي. تفضل يا أستاذ محمد. هقول نصوص قصيرة يعني. الوحدة براح، الوحدة براح مزروع أشواك. الوحدة براح مزروع أشواك، ومساحة كبيرة من العتمة جواها قصور ملهاش شباك، فالناس هجرتها من الكتمة، وانا قلبي وحيد ساكن ظلي، وأذان جوه مشاعري بيدن، ممنوع على إحساسي يصلي، وقانون الوحدة صريح جدا، اترهبن في صحاري التعذيب، والقلب ضعيف مهما يعافر، فيا إما يدور له على حبيب، يا يعيش وحدته ويموت كافر. فرق الوقت ما بين إحساسي وبين تفكيرك هو النقطة الفاصلة ما بيني وبينك. دايما فيه مسافات بتزودها بتأخيرك، دايما فيه علامات للرفض بشوفها في عينك. يبقى ازاي هنكمل بعض وبيننا بلاد لازم اعديها؟ فيه مليون حدوتة ما بيننا، مات الراوي اللي هيحكيها. هتبني ازاي وارضي بوار وقلبي في حالة استسلام نتيجة 100 سنة استعمار؟ هتطرح حاجة غير ألغام؟ هنفضل في الطريق ماشيين ولا هنوصل ولا هنتوه؟ هنتلاقى مننا عاشقين في زمن العشق فيه معتوه. بلاش نبني في مشاعر الناس في وقت الهد يلومونا. هيعمل ايه أشد أساس إذا ما بتسندوش مونا؟ ساعات بنكون في عرض حبيب يطبطب على القلق والخوف، ونرمي همومنا بين حضنه وننسى في روحه أي كسوف. ساعات لما الحياة توجع ونتحاصر بطعم الحزن، بنسرق حزننا ونرجع ونسكن جوه أطيب حضن، فنكتشف إننا أغراب ولو ساكنين في أوطاننا، ونعرف إن أوفى أصحاب بتتحملنا أحضاننا. شكرا. شكرا جزيلا للشاعر محمد سامي على التنويعات الصغيرة الجميلة، استمتعنا بها كلنا.